السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثامن. أهلا بكم في درس اليوم ضمن الوحدة الخامسة مثلثات نظرية فيثاغورس. موضوع اليوم سيكون عن زوايا المثلثات. في البداية خلينا نرسم مثلث يتكون من ثلاثة أضلاع. لابد أن نعلم أن المثلث الذي يتكون من ثلاثة أضلاع مجموع زوايا هي 108. يعني لو فرضنا أن هذه الزاوية هي A وهذه الزاوية هي B وهذه الزاوية اللي هي C، فإن قياس الزاوية A زائد قياس الزاوية B زائد قياس الزاوية C يساوي 180 درجة. هذا يعني أنه لو عرفنا قيمتين من زوايا المثلث نستطيع أنه نجد قيمة الزاوية الثالثة من خلال أن نجمعهم نطرح 180 منهم نحصل على قيمة الزاوية الثالثة. خلينا نشوف أمثلة الكتاب ونحل عليها كيفية إيجاد زاوية مجهولة. في سؤال أوجد قيمة x في المثلث التالي. في عندنا زاوية قيمتها 55 وفي عندي زاوية قيمتها غير معروفة قيمتها x. الآن مطلوب أن نوجد قيمة الx. أوجد قيمة x في المثلث. طيب، عندنا الزاوية معلومة اللي هي قيمتها 55 زائد الزاوية C هي زاوية قائمة إذا قيمتها 90 زائد الزاوية x المجهولة. المفروض مجموع زوايا المثلث كلها تساوي 180. تساوي 180. طيب احنا اتفقنا انه ممكن نجمع قيمة زاويتين. 55 زائدا 90 راح يساوي 145. 145 زائدا x راح يساوي 180. طيب حتى نوجد قيمة x راح نتخلص من 145. نطرح 145. نطرح 145 من الطرفين، هاي مع هاي تروح. إذا الأكس صار يساوي 180 ناقص 145. 180 ناقص 145. 180 ناقص 145 راح يساوي 35. إذا قيمة الزاوية أكس المجهولة تساوي 35. طيب، الآن خلينا نروح على المثال اللي بعده. مثال تحقق قياسات زوايا المثلث A B C النسبة 1/4/5. فما
قياسات الزوايا. طيب، عندنا مثلث يتكون من آه، ثلاث زوايا A و B و C، وطبعا يحقق النسبة 1:4:5، يعني الفوارق بين الزوايا إلى 1:4:5. إذا فرضنا أن الزاوية X هي قياس الزاوية A، إذا فرضنا طبعا أنه الزاوية A قيمتها X، فهذا يعني أنه الزاوية الأولى قيمتها X، الزاوية الثانية راح تصير قيمتها 4X، الزاوية الثالثة راح يصير قيمتها 5X، حتى تحقق نسبة 1:4:5. طيب، احنا اتفقنا أنه مجموع الزوايا يساوي 180، فمجموع الزاوية X زائد الزاوية 4X زائد الزاوية 5X يساوي 180، يعني مجموع زوايا المثلث تساوي 180. الآن ممكن نجمع لنا حدود متشابهة: 1 زائد 4 5 زائد 5 10. إذا 10X، إذا هاي مجموعهم جميعا هو 10X يساوي 180. الآن حتى نعرف قيمة الإكس، نقسم على 10، نقسم على 10، العشرة مع العشرة تروح، إذا الإكس راح تساوي، طبعا الصفر مع الصفر يروح، 18 تقسيم 1 18. إذا قيمة إكس يساوي 18، إذا الزاوية A راح تساوي 18. طيب، الزاوية الثانية هي زاوية B 4 إكس، إذا البي اللي راح تساوي 4 إكس 4 في قيمة إكس اللي هي 18، واللي راح يساوي 72. الزاوية الأخيرة إذا فرضنا طبعا هاي هي البي، الزاوية الأخيرة اللي هي 5 إكس اللي هي الزاوية سي تساوي 5 إكس، 5 في إكس قيمتها 18، 5 في 18 راح يساوي 90، إذا الزاوية سي قيمتها 90. خلينا نشوف مثال آخر، ونروح على الزوايا الخارجية للمثلث. خلينا نرسم مثلث وبعدين نحدد ما هو المقصود بالزوايا الخارجية للمثلث. طيب، الزاوية الخارجية للمثلث هي الزاوية تكون خارج المثلث، مثل 1 على سبيل المثال. لو عندنا مثلث اللي هو A B C، فرضنا أنه هذه الزاوية هي A، وهاي الزاوية اللي هي B، وهاي الزاوية اللي هي C، وهتكون الزاوية 1 هي زاوية خارجية للمثلث. الزاوية 1 حتكون زاوية خارجية للمثلث. طيب، الزاوية 1 الخارجية راح تساوي مجموع زاويتين داخليتين غير المتجاورة، يعني غير هاي المتجاورة ما لنا علاقة فيها، فإن هاي الزاوية الخارجية راح تساوي هاي الزاوية زائد هاي الزاوية. الزاوية 1 راح تساوي الزاوية A زائدا الزاوية B، يعني الزاوية الخارجية تساوي مجموع زاويتين داخليتين غير المتجاورتين، غير هاي المتجاورة، هاي زائد هاي. طيب، خلينا نشوف مثال ونستفاد منه في إيجاد قيمة الزاوية الخارجية. نرسم مثلث.
في عندنا الزاوية K، في الزاوية L، وفي الزاوية M. فرض أن الزاوية K هي زاوية قائمة، وهاي هي الزاوية 2، وهاي هي الزاوية 4. افترض أن الزاوية 4 تساوي 135. أوجد قيمة الزاوية 2. طيب، إذا قيمة هاي الزاوية في السؤال هو معطيني إياها 135. هذه زاوية خارجية. الزاوية الخارجية زاوية 4 راح تساوي مجموع زاويتين داخليتين غير متجاورتين، اللي هي الزاوية K، الزاوية هاي اللي هي ممكن نرمز لها L K M، اللي هي هاي الزاوية L K M، زائد الزاوية 2. طيب، الزاوية هاي هي زاوية، نلاحظ أنه هي زاوية قائمة، إذا قيمتها 90. إذا هاي الزاوية قيمتها 90. هاي الزاوية هو معطيني قيمتها في السؤال اللي هي 135. المطلوب أجد قياس الزاوية 2. الآن احنا نحلها كمعادلة. نتخلص من 90، عكس الإشارة، ناقص 90 ناقص 90. 90 مع 90 تروح. إذا الزاوية 2 قيمتها 135 ناقص 90 ويساوي 45. إذا قيمة الزاوية 2 هي 45.